السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وبخير يا رب ان شاء الله. عاملين ايه يا اخواتي في الله؟ وحشتوني والله. ربنا معاكم يا رب. وعايزة اقول كل حبايبي اللي سألوا على ابن محمد، ربنا يا رب ما يحرمكم من حبايبكم، وربنا يا رب يخلي لكم ولادكم وما يوجعش قلب حد فيكم على حبايبه يا رب، وتفرحوا بولادكم كلكم يا رب، واللي معهاش ربنا يديها ويرضيها يا رب. بعد ما نتكلم ونقول صلي معايا على الرسول، همكم ان شاء الله يزول. بصوا يا جماعة، دي مكة. آه ايوه مكة اليوم ده يا جماعة كانت ضربة معها خالص. حبيت على فكرة بالمناسبة الفستان اللي عليها ده انا اللي عاملاه لها يا جماعة، على ايدي على فكرة من غير مكنة. يلا الحمد لله، ان شاء الله ربنا يسهل واقدر اجيب لي حتة مكنة كده ان شاء الله، حتى لو اللي هي السنجرة القديمة دي ان شاء الله. والله يعني في الواحد لما يتعلم حاجات كتيرة من على النت ونفسه يعملها، بس شغل الايد زي ما انتوا عارفين بطيء. الله المستعان. بالمناسبة يا احلى اخوات في الدنيا، عندي حلم عايزة احكيه لكم، بس اللي عندها تفسير او اللي عنده تفسير ليه يقولهولي، لان الحلم ده صراحة انا في احلام كتيرة محلمها فيما بعد ما تتفسر، وفي احلام ما بتتفسرش، فعايزة احكي لكم، سيبكم يعني من المحتوى بتاع الفيديو. ماشي، عايزة احكي لكم الحلم ده، وفي التعليقات ان شاء الله تقولي لي ايه تفسيره. وما تنسونيش يا حبايب قلبي باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا يا احلى اخوات في الدنيا. بصوا يا جماعة، اللهم اجعله خير، اللهم اجعله خير. انا حلمت الليلة اللي فاتت هو الفيديو مش عارفة انا هو تسمعوه امتى، بس انا حلمت يوم الحد اللي هو امبارح. حلمت يا جماعة اللهم اجعله خير ان بلدنا اللي احنا عايشين فيها دي، البلد اللي انا عايشة فيها حاليا، يعني في جماعة من الارهاب كتار معلقوا في البيوت بتاعتها الكبيرة جنابل وكده، والبيوت ما تنهار على اللي فيها. فانا عايزة اجري واجمع اشوف ولادي واشوف اخواتي جرى لهم ايه، فمش قادرة لا الحق لا اشوف ولادي ولا اشوف اخواتي. ماشي، فوانا بجري في وسط الطريق قابلت بنت اختي صغيرة كده عندها حوالي 5 سنين. ماشي، فما اقول لها امك فين؟ قالت لي امي حلوة يا خالتي، امي ورايا. ماشي، فبعد شوية راحت طالعة اختي دي من بين البيوت اللي بتوجع، فاقول لها ايه؟ لا، قبل اختي ما تطلع يا ربي استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد، آه، كان فيه صاروخ وجهوه هم على القمر الصناعي. القمر الصناعي النايل سيت يا جماعة، فاتضرب، يعني اتفتفت كده بجميع حتة، ففي حتت منه نزلت على البلد اللي احنا فيها دي. انتوا معايا يعني؟ صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. ف في الحتت اللي بقت تنزل على يعني في حتت كبيرة بقت تنزل، البيت اللي تنزل عليه تنهيه تدمره، غير الجانب اللي يعني بتاع الإرهابيين. فبعد ما شفت بنت أختي أختي الوسطانية جاية، فما أقول لها ايه؟ أمال أختك فلانة فين؟ من ضمن إخواتي يعني، هي بتقول لي كده، فبقول لها دي ميتت. راحت قايله لي أحسن. فأنا في نفسي كده زعلت، طب يعني انت بتقولي على أختك كده ليه؟ وهم في نفس الوقت انا شفتها كده ارتحت، فبقول لها واللي بقيتي ولادك فين؟ قالت مش عارفه. فبرضه بتشيل في الطوب وبتشيل في الانقاض بتاع البيوت اللي بتقع، بتدور على ولادها. وانا في نفس الوقت عايزه، بس في نفس الوقت شفت اختي اللي ماتت دي، شفتها يعني، بس عايزه اعرف، انا بقول لها هي ماتت ليه وانا شايفاها؟ ماشي. وبعد كده عايزه اشوف ولادي، قلبي واكلني على ولادي. فيا جماعة حاجة يعني مش عارف، صحيت من النوم. فلو عندكم تفسير للحلم ده قولوا لي عليه، الله يكرمكم.
عشان في احلام، يعني في احلام زي مشابهة لدي باحلامها وبتتفسر والله. ما تنسونيش بالله عليكم، بالله عليكم ما تنسوني بالاشتراك يا احلى اخوات في الدنيا، واللايك اللايك 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 يا جميع. ماشي يا جماعة، ده كان غدانا نعمة وفضل من الله، الحمد لله. يعني في الأيام اللي احنا فيها دي الواحد يحمد ربنا على أي حال هو فيه، الحمد لله. ماشي يا جماعة، ده كان عند حماتي تحت، فعملنا كده وغدينا مع بعض والحمد لله. فبالله عليكم يعني ايه حبة، بصوا أنا كنت عاملة البدنجان ده، بدنجان الرومي، في المنيا بيقولوا عليه عروس، احنا هنا في بلدنا بنقول عليه رومي، اللي هو الكبير التخين المقلبص ده. ماشي يا جماعة، فعملته بحبة توم، وحطيت له سنة خل، وحطيت له حبة كمون، والله العظيم كان زي العسل. وحبة الفول، وفضل ونعمة من الكريم يا جماعة. صليت معايا على الرسول، ان شاء الله همك هيزول. ماشي يا حبيبتي. ف بالله عليكم ما تنسونيش في الحلم بتاعي، وقولوا له التفسير بتاعه، يعني اللي تعرف التفسير تقول لي عليه. ودي القدحة بتاعت البدنجان، انا قدحت التومة بالخل وكبيتها على البدنجان يا جماعة، وخليتها اهو، ده الخل اللي انا محطه، حطيت لها حبة كمون، يعني حاجة بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص والله يا جماعة. احنا هنعقد نفسنا ليه ونقول غالة ومش غالة؟ اللي سارع علينا سارع على الناس كلها، وربنا يرضينا ما يرضيه هو. وألف حمد وألف شكر على كل اللي يجيب، ألف حمد وألف شكر. وقادر هو إن شاء الله يرفع عننا الغلاء والبلاء يا رب العالمين. بس احنا نتجه له يا جماعة بقلب خلص ونية صافية. صليت معايا على الرسول يا حبيبتي؟ اتجه لربنا وادعي له بنية صافية وقلب خالص، وهو يقف معاكي. مش نطلع برا نجيب في سيرة فلانة وسيرة علانة وده عمل وده سوى، ونجي نقول يا رب ازاي. الحمد لله. بس يا جماعة والله كان أحلى غدا، وفضل ونعمة زي ما قلت لكم من الكريم، يا أحلى أخوات في الله. وبشكر كل الحلوين اللي يسلموا لي يا رب، اللي شرفوني جديد في القناة، بقول لهم تسلم ايديكم وعينيكم يا أحلى أخوات في الدنيا. ربنا يا رب ما يحرمنيش من الناس اللي زي القمر اللي زيكم. أنا والله العظيم كل اللي طالباه من ربنا إن القناة دي تتفعل وتتشاف، عشان بس زي ما انتوا عارفين تساعد، يعني تساعد في شوية. الحمد لله. يا جماعة، بعد كده هنزلها واحط معلش البرد عامل عمايل، احط حبة الفول، وبألف هنا وشفا. بسط امورك، ما تصعبهاش على نفسك والله العظيم. وصلي معايا على الرسول، همك ان شاء الله هيزول. واذكر الله طول ما انت قاعدة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، واستغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. ربنا ان شاء الله هيفك عنك كل ضيق يا ستي. حتى لو قلبك كده ارتاح، بس قولي الحمد لله، الحمد لله. كل حاجة يجيبها ربنا، وحشة حلوة الحمد لله، لأن ده اللي كاتبه لك ربك. فكل طول ما انت قاعدة الحمد لله. حبة الملح يا جماعة بتوعنا متشطة، وحبة الفول، وكلنا واتبسطنا الحمد لله. وشربنا شاي، وكلنا ذرة، احنا ما نقول عليها هنا جناديل على فكرة في بلدنا، بس مكة غلبتني فما قدرتش اجيبها لكم وانا مشويها يعني. وهي كوكا كده. الاصوات اللي هتسمعوها دي يا جماعة اصل انا عند حماتي تحت في الشارع برايا على طول. ماشي، في اي صوت اضافي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.